السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايبي، دي الطريقه بقى بتاعت ان شاء الله ايه تخليل السمك البوري. بصوا انا جبته وغسلته. اما اجي اغسله يا حبايبي لازم اقلب السمكيه كده وافتح النغاشيش كده وانزل الميه. انزلها هنا كتير كتير، انزل الدم من هنا ومن هنا. ما ينفعش اغسل السمكيه كده، ما ينفعش الميه تخش جواها. لازم السمكيه تتقلب كده والحنفيه تنزل هنا كده، هنا وهنا كده، لغايه ما تنزل ايه الدم. بعد كده احطهم في مصفى. حطيتهم كده لما تصفوا خالص يقعدوا ساعتين 3 من بالليل للصبح، من الصبح بالليل. وبعد كده نجيب بقى المناديل ونبتدي ننشف بقى ايه واحده واحده يا حبايب قلبي. مثلا كده اهوت. نشفوا السمكية كده خالص 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 خالص، كده 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 كده. نحط بقى المناديل هنا في النغاشيش كده كده كده. بصوا يا حبايبي، لازم النغاشيش تبقى نشفانه خالص، ما يبقاش فيها ميه خالص، عشان لو في ميه الميه دي بتبوظ الايه، بتبوظ الفسيخ. لازم بصوا حتى ازاي. هعمل مره تاني. هعمل مره تاني وهجيب مناديل تاني. مناديل نضيفه اهي. نفضل كده ننشف كده واحده 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 واحده. بصوا لغايه لما اتاكد ان مفيش ميه ولا فيش دم خالص بينزل خالص من ايه، من النغشيش. هجمعهم كلهم يا حبايب قلبي اهو. هعملهم كلهم بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه، وهرجع لكم تاني يا حبايبي. كده يا حبايب قلبي خلاص نشفنا كويس قوي بالمناديل اهم، نشف خالص خالص خالص. بص بقى يا حبايبي، لازم نعمل ايه بقى؟ لازم نعمل لها مساج. نيجي من هنا كده من عند الديل ونتكه كده شويه، بس مش قوي طبعا عشان البطن اهو. نتكه كده. لما بنتكه كده يا جماعه بنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ العظم اللحم بيبعد عن الشوك خالص اهو. بتفتحيه بقى بعد كده لما تيجي تخلليه تلاقيه زي الزبده كده ومش ماسك في الشوكه نفسها اهو. بصوا يا حبايبي، بصوا اهو بالمنظر ده. ادي واحده اهي، وادي التانيه اهي يا حبايب قلبي. اعملها لكم واحده تانيه اهي. ايه ده ماما، انت اقتحمتي القناه ولا ايه؟ في ايه؟ بصوا اهو عشان حبايبي اهو، حبيت اوريهم بس ايه ده بجد؟ ده انتوا بتصوروا من غيري ولا تقولوا لي ولا اي حاجه؟ عاملين لي مفاجاه. تخرين الفسيخ اهو. بصوا يا حبايبي، الله على الجمال. بصوا طاري ازاي. بصوا ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. بصوا طاري ازاي يا حبايب قلبي اهو. عشان خاطر ماما بقى ما تنسوش بالله عليكم اللايك والشير وسبسكرايب. ما تنسوش ترفعوا القناه كده وتبقى بيكم جميله ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. اهو شايفين يا حبايب قلبي، ولسه هنشف تاني بمناديل تاني عشان مطرح ايديا ومطرح ما عملت كده من عندي الديل كده. نتكه كده تكه خفيفه اهي اهي. بصوا ما شاء الله، بصوا عامله زي البطاريخ والله. بيقولوا لي بقى التصوير حلو اللي ماما بتصوره ولا لا؟ عشان مش انا اللي بصوره، مش عارفه. ان شاء الله هكمل بقى كده وهوريكم دلوقتي وانا بملح اهو. بصوا يا حبايبي كمان ده كده اهوت، ده ملح الخشن، لو ملح رشيدي، ملح وشطه وكركم وبابريكا. ايوه نسيت الاسم. ملح وشطه وبابريكا. وممكن برضو تحطي بدل البابريكا ممكن تحطي كركم عادي. هنا بقى تحطي مثلا حبه كده بالويم كده، حبه مثلا، يعني مثلا الحبه دول كده عليهم ايه، عليهم معلقتين شطه وعليهم معلقه بابريكا حبايبي كده. اما نيجي نعمل كده هوريكم بصي يا حبايبي اهو. الملح اهو، الملح اللي بالشطه بالايه، بالبابريكا. بصوا كده نعمل كده الايه، النغاشيش ناشفه ما فيهاش اي حاجه وزي الفل اهو. بصوا نملاها كده، نملاها كده على الاخر اهو. وبعدين نحط كده اهو، نملاها كده. بصوا بقى يا حبايبي، مثلا عايزين شنطه ايه، شنطه بيضه. لا دي فيها كتابه. لا هنجيب شنطه بيضه دلوقتي وهنرصهم فيهم يا حبايبي كلهم وهوريكم بنعمل ايه. وادي واحده تانية اهو يا حبايب قلبي بصوا نعملها كده كده كده. ما تخافوش من الملح الخشن ده، ملح الرشيد ده ما بيحدقش. بصوا كده يا حبايبي، انا جبت كده الشنطه حطيت حبه من تحت اهو، واعمل ايه، واحده كده عكس واحده اهو، لغايه ما اعمل 3 مثلا
وبعدين اروح ايه حاطه شويه ملح كده عليهم كده، واعمل التالتة جنبيهم هنا كده اهو. تعالى التالتة اهي. هتحط منه الملح ده زي ما انت عايزه، ما بيجرالوش اي حاجه خالص، ما بيحدقوش اهو يا حبايبي. ادي التالتة اهي جنبيها، عليهم شويه ملح كده 3، وهنرص 3 زيهم كده عكسهم بقى يا حبايب قلبي وارجع لكم. كده يا حبايبي خلصناهم، عملنا 3 كده و3 عكسهم، وحطينا عليهم الملح كده اهو. ممكن نحط زيت بس انا مش هحط يعني زيت، مش هيجرى حاجه، مره بحطه ومره لا، بس هو اللي بحط له ساعات ايه السردين. كده يا حبايب قلبي هنلفه بقى في اول شنطه، وبعدين بقى نفضل نلفه في شنط 1 و2 و3 و4 لغايه 6 لغايه 10 لغايه 12، مش مشكله، عشان ما نحاولش ان الهواء يخش له خالص 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 يا حبايب قلبي. ما اخلص خالص هوريه لكم يا حبايبي. خلاص بقى يا جماعه عشان ما نطولش عليهم وهو مكتر من خلاص ماشي. هو بص كده بصي اهي الشنطه اهي كده اهي، لازم الهواء يطلع منها خالص 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 اهو كده اهي. ماشي، نبدا بقى نحط في شنط يا جماعه. شنط كتير، والبتاع البلاستيك ده اللي هو الفيست ده الفيست دوت وكده، نوريه لكم في الاخر يا حبايبي. كده يا حبايب قلبي بعد ما حطيناه في شنط كتير بقى اهوت، ماما خلصته اهيت، وبعد كده راحت حطيته في الفيست اهوت وخلصناه، وبعد كده حطيناه في علبه وهنغطيه وهنسيبه. وهنفتح عليه بعد قد ايه يا ماما؟ احنا بعد 10 ايام، بعد 10 هنقلبه الناحيه الثانيه. بعد 10 ايام هنقلبه الناحيه الثانيه وهنشوفه يا حبايب قلبي. خلاص في خلال مثلا 20 يوم بالظبط كده يتفتح عليه ويتاكل بامر الله، يبقى زي الفل ان شاء الله. بالله عليكم ما تنسوا تدعوني، وما تنسوا تدعموني، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، ما تنسوش تدعوا لامي ربنا يشفيها ويخليها لنا، وما تحتاجش لاي عمليه يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي في الله.